ايه رأيكم النهاردة نعمل أكلة حلوة جدا وسريعة وسهلة وما بيختلفش عليها اتنين وكل الناس بتحبها؟ أكلة السبانخ باللحمة بالرز الأبيض. طب ليه رز أبيض؟ ليه مش رز بشعرية أو رز حبة بحبة حبة وحبة؟ لأن هي ما بتتاكلش غير بالرز الأبيض، طعم الرز الأبيض فيها بيبقى يجنن جدا. يلا بينا نبدأ. طبعا السبانخ مالية السوق دلوقتي وكل سنة وانتم طيبين، بدأت تطلع اهيت. ونجيب شوية حلوين كده ونجيب معاها الكزبرة الخضراء بتاعتها ونغسلهم غسلة محترمة كده، وكمان نصفيهم ونسيبهم في المصفى. وهنكون محضرين معانا طبق لحمة بلدي فريش محترم كده. هتروحي للجزار بتاعك تكوني واثقة فيه جدا، تقولي له انا عايزة لحمة للخضار، هيديكي حتة لحمة ناعمة وجميلة جدا تستوي بسرعة وريحتها وطعمها حلوين قوي. وتكوني كمان محضرة بصلتين حلوين كده بتبشريهم او بتفرميهم في الكبة، فرم ما بين الناعم والخشن. بتجيب الحلة بتاعتك وبتحط فيها المادة الدهنية بتاعتك، سواء سمنة أو زيت أو سمنة على زيت. أنا حاطة سمنة بلدي. وبتشوحي البصل تشويحة خفيفة قوي، يعني ما بتشوحيش البصل قوي، يا دوب يدبل معاكي كده مع السمنة. وبتحطي كمان اللحمة بتاعتك تتشوح وعليها فصين 3 توم. بتسيبيهم بقى يتشوحوا كده التشويحة اللي احنا عارفينها العادية. وبعدين بتزودي شوية مية، وهتزودي مية كمان. عايزه اقول لكم ان السبانخ من الاكلات الجميله جدا اللي كله بيحبها، يعني انا عشان بحبها حاسه ان الناس كلها بتحبها الحقيقه. زودناها ميه بقى، بتسيبيها تغلي غلوتين 3 كده، بتكوني عملتي شويه طماطم فريش كده في الخلاط، طماطمتين 3. برضو الطماطم حسب ما انت عايزه تزودي طماطم كتير حطي، عايزه تزودي، عايزه تقللي الطماطم براحتك. احنا عن نفسنا بنحب الطماطم القليله في شوربه السبانخ. آه، بتحطي بقى الطماطم وبتسيبيها تستوي، وقبل ما تستوي بشوية كده يعني بيبقى باقي عليها مثلا تلت ساعة في التسوية، بتكوني قطعتي السبانخ اللي انت جايباها، وبتكوني مقطعة كمان الكزبرة الخضراء. بس التقطيعة بتكون كبيرة شوية زي ما انت شايفة كده، ما بتكونش ناعمة قوي قوي عشان تديكي قلب للشوربة. وبتكوني بقى خلاص اللحمة دخلت في التسوية، بتحطي السبانخ. انا طبعا حطيتها على مرتين عشان هي كانت ما شاء الله كتيرة، فسبت جزء يهدى وبعدين حطيت الجزء التاني. انتوا عارفين طبعا السبانخ من الحاجات اللي هي بتبقى هشة قوي، وبعد شوية بتلاقوها نزلت مرة واحدة كده. خلاص كده حطينا كمية السبانخ كلها مع الكزبرة الخضراء. هتدخل بقى في التسوية. بعد شوية فتحنا عليها الحلة لقيناها هديت خالص خالص. بنقلبها بقى شمال ويمين وتحت وفوق، وبتهدي عليها النار وبتسيبيها تستوي براحتها خالص، تبقى جميلة وزي الفل. بدأت ريحتها تطلع أصلا، وريحة السبانخ فظيعة. بتحط لها بقى الملح بتاعها اللي انت عايزاه، ولو عايزه تزودي شويه فلفل اسود، ماهيش عايزه خلاص تمام، لان انت اصلا بتحط فلفل اسود في التشويح مع اللحمه في الاول. بتهدي عليها النار كده وتسيبيها. بتيجي بقى في المرحله دي بتعملي الرز، برضو بتحط حته سمنه بلدي، رز ابيض مصري بتاعنا الجميل ده اللي هو الرز البلدي. يعني انا اعتقد انها ما تنفعش مع رز بسمتي، يعني انا يعني هي بتتاكل مع الرز البلدي، لان في اكلات بتبقى مع الرز البلدي طعمها حلو جدا. هي دي تنفع قوي مع الرز البلدي المصري بتاعنا الجميل. بتشوحي بقى الرز مع السمنة او مع الزيت زي ما انت عايزة، لحد ما يتشمع كده مع بعض، وبعدين بتضيفي له الميه. كل كوبايه رز بتاخد كوبايه ميه او ازيد شويه صغيرين قوي حسب حبايه الرز اللي عندك. طبعا احنا بعد ما شرب الميه بتفتحيه كده بتشوفي بتلاقيه هو شرب الميه بتاعته بس لسه مستوتش، بتهدي عليه النار قوي وتسيبيه كده اهو وصل كده استوى، بتهدي عليه النار جدا جدا وتركنيه بقى خلاص. وبتيجي بقى في النهاية بتلاقي اللحمة استوت مع السبانخ، بتعملي لهم طشة التوم المحترمة قوي قوي دي، اللي بتخلي وبتودي السبانخ في حتة تانية خالص خالص. مع انك حاطة توم في الاول، بس لازم طشة التوم دي. والف هنا وشفا. عايزه اقول لكم الريحه تجنن تجنن تجنن، فظيعه جدا. السبانخ من الاكلات الحلوه اللي بتفتح النفس للاكل جدا، وفي نفس الوقت خفيفه. الف هنا وشفا. ايه رايكم بقى كده؟ عايزه اقول لكم الروايح ماليه الشقه. بدأ حان وقت الغداء، اتفضلوا معانا. بدأنا نغرف اللحمة، بدأنا نغرف السبانخ. ألف هنا وشفا. أكلة سهلة لذيذة، مش محتاجة مجهود خالص ومش محتاجة أي افتكاسات خالص. كل سنة وأنتم طيبين طبعا بمناسبة
حلول السبانخ في السوق. لان انا بحبها جدا، بحب كده ان السبانخ تطلع ونشتري ونعمل منها، وبخزنها طبعا، وبقول لكم طريقة تخزينها ازاي. هي كده السبانخ ما تتاكلش غير كده. وكل سنة وانتم طيبين، ويا ريت بقى اشتراك في القناة، ويا ريت كومنتات كتيرة، وقولوا لي هي ببلدكم يعني غير المصريين لما بيشوفوا الفيديو، هي ببلدكم اسمها ايه؟